النهارده معانا كتاب سهل وبسيط عن إنك لو أنت من الناس اللي عندها مهام كتيرة ومتكومة عليك، وفي نفس الوقت مش عارف تبدأ منين ولا عارف ترتبهم إزاي. ففي كتاب معانا للكاتبة لورا ستاك اسمه What to do when there is too much to do. بالعربي ماذا تفعل عندما يكون لديك مهام أكثر من اللازم. بالرغم إن الكتاب ده بسيط فعلا إلا إنه في مضمونه مفهوم الإنجاز والإنتاجية بالطريقة الصحيحة الحقيقية. الملخص بتاعه ببساطة بيقول لك إزاي تنجز شغلك وكمان تكون مرتاح من غير ما تحس إنك هتنفجر من كتر المهام اللي عليك، وده عن طريق مجموعة نقاط أساسية حددها الكاتب. النقطة رقم 1 وهي إنك تبطل تتشتت وتركز في المهم. أول حاجة وأهم حاجة لازم تعرف إيه اللي مهم عندك أوي وإيه اللي ممكن يتأجل أو ملوش لازمة أصلا. معظمنا بيضيع وقته في حاجات تافهة بدل ما يركز على الحاجات اللي هتفرق معاه بجد. الكاتبة لورا ستاك بتقول لك لازم تحدد المساهمات الرئيسية بتاعتك. يعني إيه؟ يعني إيه الحاجات اللي لو عملتها بتركيز هتجيب لك أفضل نتيجة وتخليك تحقق أهدافك الأساسية. النقطة رقم 2 بتقول لك رتب أولوياتك. مش كل حاجة مستعجلة ومش كل حاجة ليها نفس الأهمية عندنا، والكتاب هنا بيقترح إنك تقسم المهام بتاعتك لثلاث أقسام رئيسية. القسم الأول ده بيبقى فيه أهم حاجة اللي هي لو ما اتعملتش الدنيا هتقوم ومش هتقعد، زي مثلا لو مطلوب منك تاسك شغل مثلا لازم يخلص حالا او ليه ديدلاين وقت معين يخلص فيه بعد يومين مثلا، فدايما تخلي اهم حاجه دي في المرتبه الاولى عندك فخلصها واخلص منها. القسم الثاني وده فيه حاجات مهمه، الحاجات دي اللي هي يفضل انها تتعمل علشان شغلك يمشي تمام، بس برضه لو اتاجلت شويه مش هيحصل حاجه ولا كارثه يعني. والقسم الثالث ده بيبقى فيه الحاجات اللطيفه اللي هي ما بتضرش، يعني زي ايه الحاجات دي؟ مثلا لو انت خلصت الحاجات اللي هي في القسم الاول والتاني دي تقدر تعملها، زي انك مثلا عندك هواية معينة عايز تعملها او مقابلة لحد من صحابك وحشك او ماتش كورة نفسك فيه. فالحاجات الاساسية دي لو خلصت الاول تمام تقدر تعمل ده، ولو ما خلصتش الحاجات الاساسية والحاجات دي ما اتعملتش عادي مش هيحصل حاجة يترتب عليها ضرر بمعنى اصح يعني. فانت لما بتحدد كل اولوياتك بالشكل ده فانت كده هتعرف تبدأ بايه وتأجل ايه، وهتحس كده ان الدنيا مترتبة عندك ومنظمة. كمان بتتكلم في النقطة الثالثة عن انك تخطط صح. مش معنى انك بتخطط انك بتكتب شوية حاجات كده وخلاص هتعملهم، لا، بتقولك التخطيط الصح يعني انك تبقى عارف بالظبط هتعمل ايه وامتى وازاي. لازم دايما تحدد وقت لكل مهمة وتلتزم بيه. ستاك هنا بتقولك انك لازم تبقى استراتيجي في استخدامك للوقت، يعني بتخطط وتستغل كل دقيقة صح، وتفكر دايما انك ازاي تنجز اكتر في وقت اقل. وهنا حاطه بعض التقنيات اللي انت تقدر تنجز بيها المهام بتاعتك، زي مثلا تقنيه انك تقسم المهام الكبيره لمهام صغيره علشان تكون اسهل في التنفيذ. النقطه الرابعه لازم تخليك مرن او تفهم معنى المرونه. الخطط دايما بتتغير، صحيح التخطيط مهم طبعا، بس طبعا الحياه مش بتمشي بالمسطره، وارد جدا تحصل ظروف او مهام طارئه تغير لك خطتك اللي انت حاططها خلال اليوم او خلال الاسبوع. فالكاتبه هنا بتؤكد على انك لازم تكون مرن وتعرف دايما تتأقلم مع أي تغيير. مش معنى إن خطتك اتغيرت يبقى الدنيا باظت، لا، عادي جدا عدل خطتك وكمل. المهم انك ما تتخنقش وتوقف لو الدنيا مشيت عكس اللي كنت راسمه بالظبط. بعد كده بتتكلم عن النقطة الخامسة وهي انك لازم تفاوض حد، ودي نقطة مهمة جدا. لازم تتعلم انك مش لازم تعمل كل حاجة بنفسك. لو في مهام ممكن حد يعملها احسن منك او على الاقل بنفس كفاءتك يبقى خلاص فوضها ليه وشوف الحاجات التانية. الكتاب هنا بيشجع على فكرة التفويض الفعال، يعني مش ترمي الحاجة كده وخلاص، لا، انت بتشرحها كويس وتتابعها وتتأكد انها بتتعمل صح. التفويض بيخفف الحمل عليك وبيخليك كمان تركز في الحاجات اللي محدش هيعرف يعملها غيرك. بمعنى اصح يعني مثلا دلوقتي انا صانع محتوى مثلا، طبعا ما فيش حد غير هيقدر يصور لان انا صاحب صناعة المحتوى، فبشوف مثلا بدل ما بضيع وقت في مونتاج وتظبيط ممكن اوكل حد تاني بالموضوع ده، بحيث ان انا اتفرغ مثلا لو انا اللي بكتب السكريبت مثلا فبتفرغ كتابة السكريبت وبوفر على نفسي وقت. نيجي بعد كده للنقطة السادسة وهي بتقول لك ريح دماغك. في الاخر خالص الكاتبه بتقول لك انك طبعا لازم تبقى فاهم انك مش آلة، لازم تاخد فترات راحه وتفصل شويه، وده بيساعدك ترجع تكون مركز وتنتج اكتر. مش لازم تشتغل يعني ال 24 ساعه علشان خاطر تكون ناجح، بالعكس الراحه دايما بتخليك تشتغل بكفاءه اعلى بعد ما بترجع. الخلاصه لو حسيت ان المهام كتير جدا وهتطيرك كده من كترها حاول تطبق النصايح دي. حدد اولوياتك، تخطط صح، ركز في المهم وفوض اللي تقدر عليه، واهم حاجة في وسط كل الكلام ده ما تنساش تريح. لو مشيت بالطرق دي الدنيا هتبقى احسن بكتير وهتبقى منظمة وهتساعدك انك تقدر تنجز كل اللي وراك. وبضيف على الكاتبة برضو
برضه رأيي إن حياتنا أغلبها بايظة بسبب العشوائية. المحتوى أو الحاجة اللي باحاول أوصّلها في كل فيديو بعد ما اكتشفتها هي إني ما كنتش منتج ويومي كان متبهدل بسبب العشوائية. ما ينفعش كل يوم كده ما تبقاش عارف أنت هتصحى الصبح تعمل إيه، لازم يكون ليك قايمة مهام بسيطة كده تنظم لك يومك، لازم دايمًا توصّل لنفسك إنك متحكم في يومك ده كل يوم، علشان ده هيربي جواك إنك شخص عندك إرادة، وبجد هينعكس عليك جدًا وعلى شخصيتك في حاجات كتير في باقي أمور حياتك، علشان العشوائية ما تجيش توصّلك لمرحلة وحشة كده قدّام وتحس كده إن حياتك ما لهاش معنى. لو بتدرس أو بتشتغل زيي لازم تكتب أنت هتعمل إيه لمدة قد إيه. ابدأ من النهارده الكتابة بإنك هتصلي كل الصلوات في وقتها ومش هتأجلها. اكتب إنك هتقرأ الأذكار والورد القرآني حتى لو بسيط، اللي بسببهم ربنا بيحفظ لنا يومنا وبيحفظ لنا حياتنا وبيبارك فيها وفي أمورنا كلها. اكتب إنك كل يوم هتقرأ صفحتين من القرآن علشان حياتك تكون فيها بركة. بعد كده نظم المهام اللي عليك سواء مذاكرة أو شغل، حتى الوقت الفاضي نظمه واملاه حاجات مفيدة تنفعك بعد كده علشان تبعدك عن الحاجات اللي واخدة وقتك كله على الفاضي. لما بتكتب الحاجات دي كلها سواء مذاكرة أو شغل أو مهمات تانية بتخليك تحس إنك مضطر تعملها وفي مواعيدها، وبعد ما بتخلص كل اللي مكتوب ده صدقني بتحس بإحساس كويس جدا، بتحس كده إنك شخص جديد كده ومسيطر على حياتك. الموضوع ده أنا اتبعته وبجد غير في حاجات كتير. أيوه إحنا لسه ما اتغيرناش 100% بس بنحاول وعلى الطريق إن شاء الله. مع الوقت بتلاقي نفسك اتعلمت تتقن كل حاجة بتعملها لأنك خلاص بقيت منظم أو عرفت إزاي هتنظم أي حاجة جديدة جاية لك بعد كده، وكمان عارف هتعمل إيه وإمتى. في النهاية حابب أختم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنا محمد عبد السيد وجاي لك علشان نتغير مع بعض. ما تنساش تشاركني في مسيرة التغيير بالاشتراك في القناة ولايك علشان ده هيساعدنا نكمل إن شاء الله، وما تنساش تشوف باقي الفيديوهات التانية لو حابب تتغير بجد. والسلام عليكم.